العرب والمسلمون لديهم الآن مأساة الأهل في غزة، يتفقون جميعا على ضرورة إيقافها، يتفقون على بشاعتها، لكن بسبب الشعبوية والطائفية والمذهبية يصر البعض منا على رفض كل جهد مناصر لغزة. لماذا؟ لأن صاحب ذلك الجهد يخالفه مذهبيا أو طائفيا أو سياسيا. تأتي بمقطع لعزمي بشارة عن العدوان على غزة، يقول أحدهم: لا نريد نصرته، كان عضوا في الكنيسة. تشير إلى حلقة للدحيح عن فلسطين: لا نريد نصرته، يروج للداروينية. تأتي بأبيات لتميم البرغوثي في غزة: لا نريد نصرته، كان يمدح حزب الله. تأتي بخبر عن اليمن: لا نريد نصرتهم، هؤلاء حوثيون ملاعين. تنشر كلاما في نصرة غزة لمفتي سلطنة عمان: لا نريد نصرته، هذا إباضي قال كذا وفعل كذا. تأتي بقول للددو في مناصرة غزة: لا، هذا إخواني، ما كان عليك أن تنشر له. يا جماعة، لديكم أزمة كبرى طارئة تتفقون على بشاعتها وتتفقون على ضرورة إنهائها، وحدوا جهودكم لإنهاء هذه الأزمة، وبعد ذلك تفرغوا للخلافات الحزبية والمذهبية. أنتم تدعون التمسك بتعاليم الإسلام، وليتكم تعلمتم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما حاصرت قريش بني هاشم في شعب أبي طالب حصارا مؤلما ومنعت عنهم أيسر موارد الحياة مدة 3 سنوات، فخنقتهم اقتصاديا اجتماعيا سياسيا، عندما حصل هذا، من الذي أنهى هذا الحصار وأوقفه؟ أنهاه رجال من المشركين. المطعم بن عدي ورفاقه هم الذين نقضوا صحيفة قريش. هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أريد مناصرتكم أنتم مشركون؟ طبعا لم يقل. أي نعم، لا شك أن هدفه على المدى البعيد هو القضاء على الشرك ونشر الإسلام، لكن الهدف الحالي ما هو؟ هو كسر حصار قريش. لذلك كل جهد لكسر هذا الحصار الظالم سيرحب به النبي صلى الله عليه وسلم، بصرف النظر عن عقيدة صاحب ذلك الجهد ودينه واختياراته الشخصية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ممتنا لهذا الرجل المشرك المطعم بن عدي حتى بعد موته على شركه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في شأن الأسرى؟ لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. اعترف له بالجميل حتى بعد موته على شركه. اليوم عندما تشكر الدحيح على كلامه عن فلسطين، يعلق لك البعض: اتق الله، الدحيح يروج للداروينية. أيها الساذج، هل الموضوع هنا هو الداروينية؟ لديك شعب يباد يقصف في كل لحظة ويحاصره العالم، فهو يحتاج إلى كل جهد وكل كلمة في سبيل إنهاء هذه المأساة، وبعد ذلك يمكنك أن تتفرغ للداروينية والملوخية. هؤلاء المتعصبون لا تدري هل يفكرون بأدمغتهم، هل يفكرون بأشياء أخرى. أنا أتخيل أحد المتعصبين عندما يحترق منزله لا قدر الله، وتأتي الحماية المدنية وينزل أفرادها ليطفئوا الحريق، سيقف هو في طريقهم ويخاطب كل واحد منهم: أنت لا أريدك أن تطفئ النار لأنك إباضي، وأنت ارجع لأنك ما تريدي، وأنت لعنة الله عليك إخواني، وأنت ارجع لأنك يساري. هل هذا كلام عاقل؟ المنزل يحترق، هل الوقت هو وقت التعاون من أجل إطفاء الحريق وإنقاذ الأرواح، أم نترك المنزل يحترق ونشتغل بوضع الشروط المذهبية الواجب توفرها في الرجل الذي سيطفئ الحريق؟ من سيطفئ الحريق يجب أن لا يكون إباضيا، يجب أن لا يكون متشيعا، يجب أن لا يكون يساريا، يجب أن لا يكون إخوانيا، يجب أن لا يكون عروبيا، يجب أن لا يكون كذا، يجب أن لا يكون كذا. هل هذا كلام شخص يستخدم ذرة من عقله؟ يا أخي، ليت هؤلاء المتعصبين استفادوا على الأقل من العدو الإسرائيلي في نبذ الخلاف وقت الأزمات. إسرائيل شكلت حكومة طوارئ، كل أعضائها يكره بعضهم بعضا، يكرهون نتنياهو يكرههم، لكنهم نسوا خلافاتهم وكره بعضهم لبعض مؤقتا واتحدوا في حكومة واحدة. لماذا اتحدوا؟ لأن لديهم هدفا مشتركا يتفقون عليه. لا بد أن ينسوا خلافاتهم ويوحدوا جهودهم للعمل على هدفهم المشترك، وحين تنتهي حربهم سيعودون لخلافاتهم الداخلية. فركزوا يا شباب يرحمكم الله، ورحبوا بكل جهد في نصرة الأهل في غزة، فهو جهد مهم. الوضع لا يحتاج إلى مزيد من السذاجة والحماقة.